في عالم الضغوط القاتلة، المرونة ليست دائما الحل. أحيانا نحتاج إلى القوة الغاشمة. هنا يأتي دور الرام بريفنترز. هذه ليست مجرد بوابات، إنها فكوك فولاذية مصممة لمهمة واحدة مقدسة: أن تحبس الضغط القادم من الأسفل، وأن تحمل وزن مواسير الحفر بالكامل إذا انقطعت السبل. ولأننا في ديب دريل لا نؤمن بالصدف، فإن هذه الرامات مزودة بنظام قفل ميكانيكي. حتى لو انقطعت الكهرباء وماتت الهيدروليك، القبضة ستظل مغلقة إلى الأبد. انظر إلى هذا الثقب الصغير، نسميه ذا ويب هول، ثقب البكاء. البعض يظنه للتشحيم، لكنه في الحقيقة جاسوس. إنه الخط الفاصل بين غرفة الزيت الهيدروليك وغرفة طين الحفر. وظيفته أن يمنع اختلاطهم وأن يخبرك بالحقيقة. إذا بكى زيتاً فالبيستن سيل انهار، وإذا بكى طيناً فالرام شافت سيل قد انتهى. هذا الحارس يتغير بتغير المعركة. هل سننزل مواسير التبطين؟ إذن الأوامر واضحة. يجب فك الرامات وتغييرها بكيسنج رامز فوراً قبل بدء العملية. تخيل أنك محاصر، البئر يلفظ أنفاسه وعليك التحرك. الخيار الأول دائما هو الآنيولار، ولكن ماذا لو اضطررنا لاستخدام الرامات؟ هنا الفيزياء لا ترحم. لديك رام علوي مغلق وتريد تمرير الوصلة للأسفل. إياك أن تفتح الرام الأوسط والضغط محبوسا تحته. المعادلة الذهبية للنجاة هي: أغلق الرام العلوي، ثم عادل الضغط بين الغرفتين، وبعدها فقط افتح الرام الأوسط. أي خطأ في الترتيب يعني كارثة. وعندما تفشل كل الخطط ويصبح البئر وحشا هائجا، يأتي دور الجلاد. ذا شير رام، إنه الوحيد المصمم لقطع الفولاذ وختم البئر في آن واحد. قوة القطع تأتي من نسبة الإغلاق الجبارة. ولكن انتبه، مع الزمن قد يتآكل المطاط. في تلك اللحظة الحرجة قد نضطر لرفع ضغط الإغلاق فوق المعدل الطبيعي، ليس للقطع بل لإجبار المطاط على التحرك وسد الفراغات المخترعة. إنها معركة حتى آخر نفس. الرام بريفنتر ليس مجرد قطعة حديد، إنه العهد الذي نقطعه على أنفسنا أننا مهما تعمقنا في باطن الأرض لدينا دائما القبضة التي تسيطر. افهمه، احترمه، لتعد إلى بيتك سالما.